السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأهلي العظيم، صباح الفل، صباح الرضا، صباح الجمال من بودابست عاصمة المجر على كل أهلي وحبايبي وإخواتي في مصر. طبعا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات والمساحات كانت قليلة شوية لأن كان الموسم لسه ما بدأش، فكان يعني الكلام ملوش لازمة إنه يتكرر. لكن بعد مباراة امبارح وأول امبارح آسف، واللي حصل في الملعب والنتيجة واللي شفناه، حابب كده أتكلم في بعض النقاط سريعا. وإن شاء الله هيبقى في فيديوهات كتير الفترة الجاية وهنزلها على قناة اليوتيوب برضو، وهنشتغل على المساحات برضو بشكل أفضل، ونحاول إن احنا يعني نقدم حاجة مفيدة للناس وللجمهور. ودايما مهمتي في إكس أو على السوشيال ميديا عموما ان انا اوصل صوت الجمهور اللي هو ما عندوش اي مصالح وما عندهوش اي مجاملات او توازنات من اي اتجاه. طيب، انا كاتب النقاط اللي هتكلم فيها كالعادة ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كنت عايز اتكلم فيها صفقة محمد شكري. انا ما كنتش فاهم العركة اللي كان عاملها محمد يوسف وكان مصمم انه يجيب شكري. انا بشوف ان الدبيس كان افضل، والدبيس كان محتاج ياخد فرصة، صبر وقعد كتير، والمرات اللي لعب فيها كان بيدي وبينتج، بيشوط حلو، رجله حلوة، فمش شايف فرق. طبعا لسه بدري على الحكم، ولكن على الاقل الدبيس بيدافع كويس، شكري ما بيدافعش كويس، وتحس ان عنده كهرباء زيادة كده، وفي في فكة، يعني الدنيا فكة منه شوية. اتمنى يثبت العكس طبعا، وهنشوف الفترة الجاية. طيب، آم، دراويش الكابتن محمد الشناوي ولجان جمال جبر. بصوا يا جماعة، فكرة إن جمال جبر ينزل فيديو للشناوي قبل بداية الموسم بيوم أو يومين، ويدعم ويحفز وكل الكلام الجميل ده، ما أعتقدش إنها كانت حاجة يعني بوزيتيف في حق الشناوي وفي حق شوبير برضو. إن أنت عارف أو مش عارف، عندك خلفية إن هيبقى في تبديل بين الحارسين، فأنت تنزل دعم للشناوي. كان الأولى إن أنت تنزل دعم لشوبير والشناوي مع بعض، يا إما ما كنتش تنزل حاجة خالص. ولكن فكرة الهجوم اللي حصل اليومين دول بسبب إن شوبير دخل فيه هدفين. هو حضرتك فاكر إن شوبير مش هيدخل فيه أهداف؟ حضرتك فاكر إن شوبير يعني المرمى بتاعه محصن وعمره ما هيستقبل؟ لا طبعا، أي حارس مرمى في الدنيا هيدخل فيه أهداف، وأي حارس مرمى في الدنيا هيستقبل. بس احنا بنتكلم في ان ده حارس المستقبل، عنده 26 سنة، 25 سنة، لما يستنى سنتين كمان على الدكة للشناوي اللي هيبقى عنده 39 سنة ولا 40 سنة، هيلعب امتى؟ وهياخد الخبرة امتى؟ وهيبقى تقيل امتى؟ وهيبقى حارس مرمى منتخب مصر الأول والنادي الأهلي امتى؟ لا، ده وقت شوبير، ولازم يغلط ولازم يستقبل ولازم يشتغل عشان يبقى يديك النتيجة اللي انت مستنيها منه كمان سنة ولا اتنين. فده عادي يعني، فحاولوا تهدوا شوية وتتبطوا على شوبير. يعني ما مش مفهوم خالص ومش مبرر اللي حصل. وبعدين الكرة أصلا فاول لكري ل... لكريم فؤاد. يعني الحكم، وكنا شفنا الحكم كلنا كان متغاضي ازاي عن كذا حاجة حصلت في الملعب. طبعا هو غلط ان هو لعب الكرة بالشكل ده، بس اتضغط عليه، وعلى فكرة كان المفروض ياخد فاول. انا مش شايف ان شوبير غلط في حاجة. يمكن الهدف الاول يسأل عنه شوية، بس برضو عادي، اول مباراة في الموسم، لسه بدري. طيب، قصة ديانج قصة محيرة جدا. أنا شفت الفيديو بتاع أحمد عز وبيتكلم إن واحد زي ديانج مش هيبقى مفيد لخطة روبيرو، أو روبيرو مش عايز اللعيبة اللي بالشكل ده. بس أنا بشوف العكس تماما. فكرة إن أنت تسيب محمد علي بن رمضان لوحده في نص الملعب كده بيجري بيجري بيجري، لا الموضوع صعب. لازم يبقى معاه حد ديستروير يقدر يسند، عشان هو يقدر يبني هجمة ويطلع يزيد ويسلم ويستلم ويعمل تمريرات حلوة، وبيعرف يرقص ولاعب مهاري وبيعرف يشوط وكل الكلام ده. فلا، ده مطلوب جدا ان ديانج يكون معاه في نص الملعب لحين عودة مروان وإمام، ونشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. مش عارف القصة هتمشي على ايه، ولكن هو رافض يجدد اعتقد.
بعد اللي حصل ده، وبيقول لك انا كده برضو ماليش فرص لعب. فاتمنى انه يجدد، واتمنى ان الاداره تحاول تتوصل معاه لحل والموضوع يتلم، لان احنا بجد محتاجين ديانج وما ينفعش يمشي باي شكل. ومش هتقبل فكره ان انا اشوفه بيلعب في بيراميدز على فكره. آم، دي وجهة نظري، ما حدش ليه عندي حاجة فيها ومش بفرضها على حد، بس أنا شايف إن صفقة تريزيجيه صفقة فاشلة. تريزيجيه جاي يشطب كورة عندك. تريزيجيه مش هيفيدك. تريزيجيه ما عندهوش أي قابلية إنه حتى يتغير أو يعمل يعني يتقبل فكر المدرب أو حتى يلعب كورة جماعية. أنا بشوف إن تريزيجيه دايما بيلعب كورة عتالة، هات الكورة واجري يلا. يا اما لو ضم يبقى هي مفيش غيرها الضمه وبيلعب الارتو بتاعته. لكن لعب جماعي انا لحد دلوقتي مش شايف منه من وقت كاس العالم. فاتمنى اكون غلطان، بس انا شايف ان تريزيجيه ما كانش له لازمه. وبن شرقي لازم يلعب عليه اساسي. لازم بن شرقي التلت ساعه ولا النص ساعه اللي نزلها في الماتش الاخير بهدل الدنيا. الكوره كلها كانت عنده، وبيرقص وبياخد وبيسحب لاعب واثنين وثلاثه معاه وبيفضي مكانه وبيمرر لا يعني ما ينفعش بن شرقي يقعد دكه بجد. اه ماشي، عنده البدني قليل شوية والمدير الفني يتكلم معاه في الحتة دي ويشتغل على نفسه، بس برضه بن شرقي ما ينفعش يقعد. ده وجهة نظري. معرفش ايه اللي حصل لمحمد شريف في الوديات، كان مبهدل الدنيا بس يعني ما ظهرش خالص اعتقد. معرفش بقى الموضوع نفسي، الموضوع في حاجة تانية مفهمش. بس لا، محمد شريف محتاج يركز شوية ويهدى وايا كان اللي مشتته بره الملعب لا يركز في الملعب اكتر. طبعا قصة جراديشار انا اتكلمت فيها من اول ما جه، من اول يوم الصفقة جت فيها، وقلت الفرق اللي هو جاي منها هنا في الدوري المجري هنا الدوريات ضعيفة، دوريات شركات، مفيش جمهور، مفيش ضغط عصبي، مفيش نفسي، مفيش جمهور مركز معاك، مفيش. فقلت أتمنى إنه يكون صفقة ناجحة، ولكن على المدى البعيد لو اتعرض لأي ضغط جراديشار أنت مش هتلاقيه تاني. وأعتقد إن هو كده خلاص يعتبر شبه انتهى. ففي يناير يا تطلعه إعارة يا تشوف له بيعة، لأنه جراديشار كده مش أنا بقول لك من دلوقتي مش هيجي منه تاني. واتمنى ان انت تشتغل على مهاجم لحد يناير، ويبقى مهاجم تقيل سواء بقى افريقي اوروبي، بس تجيب فردة تقيلة تدفع فيها رقم محترم تشيل معاك ويبقى حاجة كده شبه وسام. ما زلنا عندي نفس المشكلة، محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وقفشة. يعني لا، الطقم ده بالذات، يعني الطقم ده بالذات محتاج يتغير فعلا. أنا تعبت من الطقم ده وتعبت من الكوارث اللي بتحصل منهم، وما عدتش قادر مستحمل أشوفهم في الملعب أكتر من كده بصراحة. ياسين مرعي انا مبسوط جدا بيه. انا شايف انه في ريحة منعم، عنده جرينتا، عنده روح، بيطلع في كل كورة، الراسيات بتاعته ممتازة، مدافع تقيل، مدافع يجي منه وعاوز يثبت نفسه. انا عايز اللعيبة اللي من النوعية دي، انا عايز اللعيبة اللي هي عندها روح وقتالية عالية، وهو اللي هو لاخر ثانية انا هلعب وهروح وهقاتل واجيب هدف. انا بشوفه منعم التاني بالظبط يعني. فربنا يحافظ عليك ويبعد عنك شر الاصابات يا ابني، وتفضل مكمل كده. زيزو طبعا برافو، 2 اسيست ويمكن اكتر لعيب كان بيجري في الملعب وبيحاول برضه وبيصنع وبيتحرك في قلب الملعب. انا بشوف ان توظيفه كان فيه مشكلة شوية، واعتقد ان هو الافضل انك يا اما ترجعه مكانه يلعب وينج. فكرة ان هو يلعب في قلب الملعب دي انا شايفها صعبة شوية، لان هو اكتر واحد بيعمل عرضيات ممتازة ومظبوطة. يعني لا، زيزو يرجع مكانه افضل. حاجة مهمة جدا بخصوص ريبيرو، فكرة التصريحات في المؤتمرات الصحفية بعد المباراة. أول امبارح أنا حسيت إن اللي كان بيتكلم كولر مش ريبيرو. الراجل بيتكلم في حاجات يعني اللي هو تحس إن هو بيتكلم في دنيا تانية والماتش كان في حاجة تانية خالص. فلا، الراجل محتاج حد يقعد معاه ويتكلم معاه ويفهمه انك يا اما يعني بلاش التصريحات اللي هي بتحسس الجمهور ان انت كنت بتدير مباراة تانية، ويا ريت يبقى الكلام مختصر وبسيط. حتى لو الصحفي اللي قدامك او الشخص اللي قدامك استفزك او قال لك كلام يعني يخرجك عن الموضوع، حاول ان انت تكتفي بعدم الرد، او ان انت توجه له جملتين صغيرين جدا. لكن اللي حصل في المؤتمر الصحفي اتمنى ما يتكررش.
حاجة مهمة جدا، انت ما عندكش اي لاعب مهاري في الفرقة، اللي هو اللعيب اللي هو بياخد كده اتنين تلاتة يكلفتهم كده ويعدي بيهم، غير بن شرقي وامام على مراحل. كل لعيبتك لعيبة مساحات ولعيبة جري. فاتمنى ان برضو دي حاجة ان هي تتوضح لريبيرو، او يعني الراجل حد يتكلم معاه ان انت شغلك لازم يكون شغل مساحات، مش كل الفكر بالنسبة لك يكون ان انت عايز تخترق من العمق وتسجل من العمق. لعبتك في العمق بتتوه والباصات بتتقطع وبترجع عليك بمرتدات صعبة. وبعدين انت كنت بتلعب مودرن، ما بالك بقى لما تلعب بيراميدز ولا تلعب سيراميكا ولا تلعب الزمالك ولا. فلازم دي تتاخد في الحسبان ويتركز فيها. اخر حاجة بقى وهقفل الفيديو بعد كده، هو ايه النغمة اللي طالعة ان انت عايز تغير المدير الفني عشان تعادل ماتش؟ على فكرة رقم واحد، ما ينفعش تحاسبه على كأس العالم، لأن كلنا متفقين إن الراجل جاي ما كملش، يلا بينا نروح نلعب كأس عالم وزي ما تيجي تيجي، والإدارة كانت متفقة معاه على كده. فانسى كأس العالم وشيله من دماغك. نحاسبه بقى على الموسم. انت عايز تحاسبه وعايز تمشيه من أول مباراة لعبها عشان تعادل فيها 2-2؟ يعني لو كل مدربين العالم مشوا بعد أول تعادل ولا أول خسارة في الموسم، ولا حتى 3-4 خسارات، يبقى أنت كده عمرك ما هيبقى عندك مدير فني، ولا هيبقى عندك خطة لعب، ولا هيبقى عندك فكر، ولا هيبقى عندك أي منهجية وأي دراسة لأي حاجة في الدنيا. مدربين بتخسر واللعيبة بتبقى مش في يومها، وبيبقى في تعادلات وحراس المرمى بيغلطوا وكله دي كورة. فلا يا جماعة، يعني الراجل عنده أخطاء، أكيد هيشتغل عليها، أكيد هيركز فيها، أكيد الإدارة هتوصلها له، السكاوتينج هتتكلم معاه، محمد يوسف، عماد النحاس. لكن لا، ما ينفعش تهد المعبد من أول ماتش، وما ينفعش إن أنت لو السوشيال ميديا المغرضة توصلك للليفل ده، إن أنت وفي صفحات كتير مضروبة وعاملين نفسهم أهلاوية وبيوصلوك لمرحلة إن أنت تهاجم المدير الفني وتهاجم الإدارة و اللعيبة لا، في اخطاء تتعالج وتقف عليها وتشتغل عليها، انما ما ينفعش اهد المعبد من اول ماتش، لسه بدري قوي. لازم نهدى على المدرب ونهدى على لاعيبتنا ونديهم فرصة وندعمهم، وبعد 3 4 5 ماتشات ساعتها بقى لو شفت الدنيا بايظة خالص، يبقى انت ساعتها تقف وتقول يا جماعة لا، في حاجة غلط، والراجل ده لازم يعني يا يعيد حساباته يا يمشي. لكن صعب قوي ان انت من اول ماتش الهجوم الضاري ده. حاجه اخيره، الناس اللي بتعمل لي منشن وتعمل لي تويتات وتقول لي مش هو ده اللي انت كنت في ايه يا جماعه؟ وانا رحت اتعاقدت معاه، ولا انا رحت جبته، ولا انا اللي اخترته؟ لا طبعا، انا قلت لك ده هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي قبل اي حد في مصر، بس انما مش انا اللي جبته. يغلط يعني يخطئ، يصيب، يبقى عظيم ويكسر الدنيا، يخسر ويتعادل ويبهدل الدنيا، دي بتاعته هو وبتاعت الإدارة، مش بتاعت انا. فياريت تهدى على حضرتك شوية. شكرا، صباحكم زي الفل، ونهاركم سعيد، ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية ومساحات تانية. السلام عليكم.